مشاهدينا الكرام، شاهدنا التهاني فنانينا. راح نروح إلى بلجيكا وأعياد رأس السنة في بلجيكا بين الأمس واليوم مع أمير العقابي. جائحة كورونا بظلالها الثقيلة على احتفالات أعياد الميلاد لهذا العام، فقد بدأت مظاهر البهجة مقتضبة وغدت أجواء التجمع مستحيلة ومثقلة بإجراءات العزل والإغلاق، وحتى مهد السيد المسيح بدا خاويا من احتفالات كل عام. وفي أجواء غير مسبوقة ظلت أجراس الكنائس صامتة حزينة بلا رنين، وبقيت ساحات كنائسها بلا زائرين ومصلين. وإذانا ببدء العام الجديد ورأس السنة الميلادية، فكانت علامات التحذير من الوباء ومنع التجمعات لتصاحبها رحلة قطع الطرق ومنع الزيارات وخفض الغرامات من قبل أفراد الشرطة في داخل المدن البلجيكية. أنا من سكان العاصمة بروكسل وأعيش هنا، ولي ذكريات ومواقف في هذا المكان من الصعب نسيانها. أتذكر في عام 2018 عندما كتبت رواية سانكوب أي إغماء، كنت أستلهم مشاعر الفرح وتدافع الناس للاحتفال بأعياد الميلاد وطوافهم حول تلك الشجرة التي ترمز للألفة والسلام لدرجة الإغماء من نشوة الفرح. أما اليوم فإن لمشاهد منع التجمعات والكمامات والماسك والمرض قد أخفى تلك الوجوه الفرحة المتطلعة للحياة والسلام والجمال. لا يمت عيد ميلاد هذا العام لأعياد الأعوام السابقة بصلة، فالاحتفالات مثقلة بقيود مفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، لترى بابا نويل جالسا وحيدا حزينا على قارعة الطريق ليرافقه ذكرى ولادة السيد المسيح النبي عيسى بن مريم عليه السلام، فيقام هنا في بلجيكا مجسما رمزيا ليحتوي على مشاهد فنية معبرة تحاكي ولادة النبي الكريم. القوانين تبدلت في هذه السنة رأس السنة، مش زي رؤوس السنة الماضية. ما فيش احتفالات، ما فيش تجمعات عائلية، ما فيش في أمور تكيس. الحكومة بتطلب قوانين جديدة، ما بدك تروح المتاجر، بدك تروح متاجر ومتاجر لا، تروح المتاجر بدك تعمل الكمامة، الأهل والأصحاب يلزموك تشوف أحباب 2 أو 3 في الأسبوع، لا أقل ولا أكثر. وتحت سماء رمادية ممطرة وبحضور حشد صغير لمواكبة عيد الميلاد التقليدي في شوارع بروكسل وساحة الغراند بلاس الشهيرة التي عادة ما تجذب آلاف السياح كل عام، وفي ظل وجود الاستعراضات الأنوار الليزرية المشعة ليلا والمتناغمة مع سحر المعزوفات الموسيقية العالمية الملهمة، لتتوسطها أكبر شجرة عيد ميلاد في بلجيكا وتعلوها مظاهر الزينة والأضواء الساحرة، ويصطف حولها بضع الأشخاص الذين وضعوا الكمامات وسط إجراءات تشوبها الخوف والحذر. مع أجواء الحذر والقيود الصارمة في ظل الفيروس التاجي هذا العام، لم تنصب أكشاك التسوق والطعام، ولم تهدى الشوكولا البلجيكية الفاخرة للأحبة، ولم تقام ساحات التزلج على الجليد، وحتى الأشجار التي كانت خضراء بالأمس رمت دموع أوراقها على الأرض. لبرنامج صباح الخير يا عراق، أمير العقابي، بلجيكا.